صلينا الظهر في أحد المساجد، كبر الإمام كبرنا بعده، إلا والتلفونات اشتغلت في المسجد. واحد زامل، واحد خرير ماء، واحد نشيد وطني، واحد أغنية، واحد زامل. المهم اشتغلت التلفونات في المسجد، لا حول ولا قوة إلا بالله. والمشكلة أن بعضهم يتأخر، وبعضهم يظن أنها إذا يعني قفل تلفونه ويصلي أنه يبطل الصلاة. لا 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 لا، هذا ما يبطل صلاتك يا أخي. إذا نسيت، وهذا يعني يحصل عند كثير من الناس أنهم ينسوا تلفوناتهم شغالة، فإذا نسيت تلفونك شغال يا أخي ورن، ولا خرجه وطفي وصلاتك صحيحة ولا تبطل ولا شيء. ثانيا يا أخي احرصوا جميعا، نحرص جميعا على أن تكون النغمات حلال وجائزة، مثل خرير ما، مثل طيور، مثل كذا. ما هو صوت أغاني وموسيقى، ما يجوز يا أخي، لا داخل المسجد ولا خارج المسجد. وتجنبوا أن تجعلوا النغمة حقكم قرآن كريم، فلا ينبغي أبدا أن يجعل القرآن نغمة للتلفون، أبدا 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 يا أحباب. فلنتق الله عز وجل، وإذا نسينا طلعنا التلفون وطفيناه، وإذا ذكرنا نطفيه قبل ما نصلي، وهو الأولى والأسلم. حتى الإمام لا بأس يقول يا جماعة طفوا تلفوناتكم، بارك الله فيكم. فلنحرص. وأخيرا صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله الإخلاص فيما أنشره في مواقع التواصل. اللهم انفعني به وانفع به جميع الناس.